السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد معانا بإذن الله، ان شاء الله يعجبكم. طبعا اول حاجة هنبتديها، طبعا المواعين دي هي في اخر الفيديو، بس انا حطيتها في الاول. يعني اقصد اقول لكم ان هي في اخر اليوم يعني. فالنهارده بقى نغسل شويه المواعين اللي كتار كالعاده، يعني اللي معانا النهارده دولت، وندردش شويه كده مع بعضنا. وكمان هنعمل اكل جميل جدا النهارده، هنعمل صينيه مكرونه بالبشاميل، ان شاء الله هتعجبكم جدا. طبعا ما ننساش الاستغفار والصلاه على الرسول واحنا واقفين بنغسل المواعين بتاعتنا كده. واي حاجه مضايقانا واحنا واقفين كده، نستغفر ونصلي على الرسول بالنية ان شاء الله ربنا يعني يزيح الهم ده ان شاء الله. ويا رب يروق بالنا جميعا يا رب، اللهم امين. عايزه اقول لكل واحده بقى نفسها تشتغل ونفسها تخرج من البيت وتشتغل بره البيت، عايزه اقول لك يا حبيبه قلبي ان ده يعني شغل اكتر تعب من الشغل بره البيت. يعني انا بقول لكم والله العظيم عن تجربة. شغل البيت والولاد والقعدة مع الولاد والمذاكرة وطلباتهم ما شاء الله اللي ما بتخلص وكلام من ده مجهود على اي ست اكتر من انك تخرجي تشتغلي بره. فبجد ربنا يعين كل واحدة بتخرج تشتغل وبترجع تعمل كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي. بجد ربنا يا رب يكون في عونها ويقويها ويعينها، اللهم امين يا رب العالمين. لان يعني احنا يعني اللي قاعدين في البيت ما بنعملش حاجة غير الحاجات المطلوبة مننا دي اللي هي شغل البيت والولاد. بنتعب، ما بالك بقى اللي الست اللي بتكون يعني شايلة الناحيتين، شايلة المسؤوليتين، ان هي تشتغل بره وعشان تزود الدخل وكلام من ده. وكمان بقى لو كمان ست مثلا منفصلة او ارملة وبتربي لوحدها وبتشتغل وكمان بتراعي ولادها، فبجد بجد ربنا يكون في عون كل واحدة شايلة مسؤولية كبيرة قوي قوي زي دي. وربنا يا رب يعينها ويقويها، اللهم امين يا رب. بس عايزة اقولك ان انتي بطلة والله العظيم. يعني اي واحدة شايلة المسؤولية دي لوحدها بجد بطلة بطلة بطلة. ربنا يا رب يعينها ويقويها يا رب، اللهم امين. فاحنا بنتعب يعني جامد، بنتعب قوي مع الولاد ومع تربيتهم. وطبعا التربية ما عادش سهلة ابدا في الزمن اللي احنا فيه ده. التربية دلوقتي بقت اصعب حاجة في الدنيا، اصعب من انك حتى تفكري انك انت تجيبي فلوس تصرفي عليهم. بقى موضوع انك تجيبي فلوس تصرفي عليهم ارحم بكتير من انك تربيهم تربية كويسة وتربية صالحة وتربية ترضي الله وترضيكي. فبجد بجد الواحد يعني على قد ما بيقدر بيحاول ان هو يقدر ان هو يعني يوازن بين الحتة دي والحتة انك انت تبقي قادرة تصرفي عليهم وكمان قادرة تربيهم تربية كويسة في ظل طبعا الحاجات الوحشة قوي قوي اللي بقت في حياتنا. يعني النماذج الكتيرة اللي بنشوفها في حياتنا والمصايب ربنا يعافينا يا رب، والحوادث والحاجات اللي بنسمع عنها كل يوم ومخدرات والحاجات الوحشة قوي قوي اللي في حياتنا اللي بقت محاوطة ولادنا من كل ناحية. مهما بتحاولي انك انت مثلا تحجزي على ولادك او يعني تخبيهم او تبعديهم عن الاماكن الوحشة او اصحاب السوء او اي مكان بيروحوه بتخافي ان مثلا يتعلموا حاجة وحشة او يمشوا مع حد مش كويس. الحياة والدنيا لازم بيختلطوا. فبجد يعني دايما الواحد بيدعي ربنا ان يخليهم كده ويبعد عنهم اصحاب السوء ويجعلهم كده دايما يا رب ان شاء الله بعيد عن اي خطر وبعيد عن اي حاجة وحشة ممكن تحصل لهم. لان بجد احنا يعني لو حد من ولادنا في اي حاجة احنا اللي بنتوجع. فاحنا اللي بنتوجع علشانهم واحنا اللي بنبقى الوجع الاكبر فينا احنا و... وبتبقى صعبة قوي صعبة قوي لما بتبقى بتكبر وتربي وبتبقى نفسها ان هي تحصد حصاد كويس وتيجي في الاخر تلاقي مثلا حاجة غير ما هي كانت نفسها. بتبقى كسرة خاطر جامدة جدا. ربنا يا رب ما يكتبها علينا ابدا يا رب، اللهم امين. ويجعلنا كده يا رب نفرح بولادنا ونشوفهم احسن الناس في الدنيا.
اللهم امين يا رب العالمين. دايما ادعوا لنفسكم يا جماعة، دايما ادعوا لنفسكم وادعوا لولادكم بكل حاجة حلوة نفسكم فيها. هنعمل بقى الاكل بتاعنا النهارده بقى زي ما قلنا مع بعض. هنعمل صينيه مكرونه بالبشاميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا حطيت المكرونه تتسلق عادي خالص، ميه بتغلي حطيت فيها ملح وسبت المكرونه بتاعتي تتسلق على من العين اللي جنبي. ونزلت باللحمه، انا معايا نص كيلو من اللحمه او نص كيلو الا حاجه بسيطه. حطيتها على طول مباشره في الطاسه، والطاسه كانت سخنه قوي، فمن غير زيت ولا حاجة. فحطيتها كده وقلبتها تقلبتين، وبعدين حطيت لها معلقة سمنة بس، يعني ما حطيتش زيت بصراحة، حطيت معلقة سمنة. اول ما اللحمة اخدت اللون كده غيرت لونها، فنزلت ببصلتين مبشورين. بشرت بصلتين كده حلوين متوسطين، بصلتين كفاية قوي على النص كيلو لحمة. ف وبدات بقى ان انا انزل بالتوابل بتاعتي: مكعب مرق الدجاج، فلفل اسود، طبعا لحمه يعني كتري فلفل اسود، فلفل اسود ومكعب مرق الدجاج ونص معلقه كمون، ونص معلقه سبع بهارات زي ما انتم شايفين كده. وظبطت الملح بتاعي وبس كده. دي كانت البهارات بتاعتنا. محبش احط في العصاج يعني بهارات كتير قوي، فبكتفي بالسبع بهارات والملح والفلفل. الكمون مش دايما بحطه الصراحة. وبشرت كمان طماطمايه كده كبيرة شوية، يعني طماطمايه كبيرة كده. المكرونة بتاعتي بحبها، المكرونة بالبشاميل ما بحبهاش تكون يعني بيضة قوي، فبحط الطماطمايه ديت في اللحمة، فبتدي اللحمة لون حلو قوي. وهنا كانت المكرونة بتاعتي اتسلقت وصفتها بقى. ودخلنا على البشاميل، معايا 3 معالق كبار سمنة وعليهم 3 معالق دقيق. رجعت هنا زودت معلقة سمنة وحطيت معلقة دقيق كمان، اهو بالشكل ده كده. حطيت معلقة دقيق على ومعلقة سمنة كمان، وبدأت ان انا اشوح فيهم بالشكل ده. طبعا التشويحة ديت علشان الدقيق يستوي معانا. اهو بالشكل ده كده هبتدي ان انا اسوي في الدقيق. وبعد كده لما اتاكدت ان الدقيق بتاعي اتحمص حلو قوي في السمنه، نزلت بكميه اللبن اللي معايا. انا هنا حطيت كيلو لبن، طبعا كيلو مكرونه حطيت عليه كيلو لبن، بس رجعت زودت كمان كوبايه لبن كبيره. والبهارات بتاعت البشاميل بتاعتي: مكعب مرق الدجاج، وكمان رشة فلفل اسود ورشة ملح. ظبطت الملح بتاعنا، ما تنسيش انك بتحطي مرقة، فظبطي الملح بتاعك. وبدأت ان انا اقلب كده، طبعا مهدية النار. وقعدت اقلب في البشاميل بتاعتي. انا مش عايزة البشاميل تكون يعني تقيلة قوي، ولا تكون خفيفة، يعني تكون القوام بتاعها مناسب كده شوية زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. فقعدت اقلب في البشاميل بتاعتي لحد ما تغلي. اول ما تلاقي البشاميل بتاعتك غلت، خلاص اطفي النار. اهو بالشكل ده كده. عايزه اوريكم السمك ما شاء الله. لما حطيت المعلقه وجيت اعمل خط كده في نص المعلقه، الخط ده مرجعش، فضل موجود، يبقى معنى كده ان البشاميل بتاعتي تمام قوي كده. وهنا كمان كانت العصاج بتاعتي اتعملت. ويلا بينا بقى نركب الصينيه الجميله ديت ونظبط اللوحه الفنيه الجميله اللي معانا دي. حطيت شوية من البشاميل على المكرونة بالشكل ده. وكمان بحط في الأرضية بتاعت الصينية كبشتين كده حلوين من البشاميل، وبوزعهم بالشكل ده كده. وهنقسم كمية المكرونة بقى، نصها تحت ونصها على الوش زي ما احنا متعودين. طبعا احنا كلنا ما شاء الله علينا شيفات حلوين قوي وبنعرف نعمل كل حاجة، بس زي ما احنا متفقين انا بشارك معاكم اليوم بتاعي مشى ازاي، طبخت ايه، عملت ايه في يومي. وهرجع واقول لكم طبعا ان ده مش يومي كامل، يعني اليوم بيبقى فيه تفاصيل كتير جدا جدا. زي كل واحدة في بيتها بتعمل طلبات بيتها يعني، ولما بتقوم تلاقي غسيل ونشير، كل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. ربنا يا رب يجعله دايما في ميزان حسناتنا يا رب، وان شاء الله يعين كل واحدة على بيتها وعلى اولادها، وما يحوجهاش ابدا لاي حد في الدنيا، اللهم امين يا رب. بالشكل ده كده حطيت الطبقة التانية من المكرونة، وكمان نزلت بالبشاميل على الوش كده. هي المكرونة الصراحة كانت يعني عايزة صينية اكبر من دي، هي دي الصينية الوسط في الطقم، فيمكن كانت عايزة اللي هي الاكبر شوية، بس تمام يعني ادت الغرض. وده ما شاء الله كان شكل المكرونة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن.
كانت جميلة جدا وجوسي كده وطرية، وكانت على فكرة انت ممكن تحط على الوش جبنة رومي او جبنة موتزاريلا، بس الصراحة انا عملتها بالمتاح عندي. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. وما تنسونيش في اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وده كان نهاية الفيديو بتاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.